السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في يوم جديد معايا. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة كده، سهلة وبسيطة وعلى قد الايد كده. قدرة قادر ان شاء الله. حلوة جميلة جدا ولذيذة بجد، هتعجبكم. مش هنعملها ببيض ولا حاجة النهارده، هنعملها النهارده بكريم كراميل، اكياس كريم كراميل. بس بجد حلوة تستاهل. معايا هنا كيلو وربع لبن، ومعايا 3 اكياس كريم كراميل، بكاوي كريم كراميل. هحط البودرة بتاعها بس وهسيب العسل. اكياس كريم كراميل دي تمام. ومعايا بقى صينيه، معايا بايركس، معايا اي حاجه، اي قالب كده هعمل فيه. كبيت التلات اكياس بتوعي اللي هم بتوع العسل، دول بيبقوا في قلب الكياس الكريم كراميل. حطيتهم زي ما انتم شايفين كده من تحت، ولا سيحنا عسل ولا خدنا سكر، والسكر ب40 جنيه الكيس ولا اي حاجه منه فيه كده ان شاء الله، ولا بيض ولا اي حاجه. وعملنا برضو حاجه حلوه قيمه بجد. حطيت معايا كيلو وربع لبن في الكسرولة زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم 3 بكاوي كريم كراميل، وقلبتهم كويس جدا، وخدت العسل بتاعهم حطيته في البولة بتاعتي. هاخدهم 3 دقايق على النار كده، 3 دقايق يا دوبك ايه ما يغلوش، 3 دقايق، وهنزل بيهم على العسل اللي انا حطيته في القاع من تحت. تمام. نعمل بقى الكيكه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. معايا هنا 3 بيضات، معلش هي التكلفه بس في ال3 بيضات دول. 3 بيضات، ومعايا نص كوبايه زيت. هقلبهم كويس من غير خلاط، من غير حاجه، كده على ايدي باي مضرب، باي معلقه، باي حاجه. اللايك يا جماعه متنسوش، والشير، فعلوا القناه معايا. ومعايا كمان حطيت 3 بيضات، وحطيت نص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر، كله نص 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 نص. وادي نص كوبايه دقيق كمان، ونص كوبايه كاكاو. يبقى كل اللي عندي نص. وبدل ما هحط لبن هحط ميه، نص كوبايه ميه دافيه كده زي العسل زيكم كده تتحط معايا. يبقى حطينا 3 بيضات، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه دقيق، ونص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه ميه، ومعلقه بيكنج باودر. تمام. هقلبها كويس جدا كده زي ما انت شايفه، هي بتبقى سايله شويه، يعني لو عايزه مني بق ميه كمان هديها. صبيت الكريم بتاعي في الاول، وبعدين صبيت عليه الكيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وخلاص على كده. هجيب دلوقتي معايا صاج فيه ميه دافيه، ميه سخنه من الكتل، وهدخله وهحط الصينيه فيها، وهدخلها كده في الرف الوسطاني. بعد ما تطلع من غير ما اسيحها في اي حاجه، هي طلعتها بسم الله ما شاء الله، فرغت لها كده الجناب وطلعتها بسم الله ما شاء الله. حلوه جميله جدا بجد، تستاهل. يعني انت لو صرفتي عليها شويه بجد تستاهل. قيمه وجميله جدا، يعني تشرفك قدام اي حد وتشرفك قدام اي عزومه. طلعيها زي ما هي كده وتقطعي منها، بجد شابوه عليها. متنسونيش في اللايك وتدعموني يا جماعه.